يا مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا أنا هقول لكم على وصفة فوق الرائعة. معايا أنا هنا وراك فراخ هخليها من الجلد نهائي. بصوا أنا عاملة الوراك كلها، بس أنا سبت وركة عشان أوريه لكم. شديت الجلد كله، والحتة اللي تحت ديت أنا شديتها بالسكينة عشان بتبقى صعبة شوية. شايفين أهو؟ بصوا بقى، أنا مش عايزة الجلد ده، أنا عايزة الدهون دي، عايزاها في الفراخ. بصوا الفراخ اللهم بارك زي الفل، نقعها في المنقوع بتاعها زي ما احنا بنعمله كل مرة مع بعض. هاجي هنا على الورك اهو، هخرم من ناحية المفصل نفسه بالسكينة، المفصل بس. هركن كده بقى. بصوا بقية الفراخ اهي كلها عاملاها انا زي ما عملت الورك ده قدامكم عشان اقصر عليكم الفيديو. تمام كده. تعالوا بقى هنعمل التتبيلة بتاعتنا. معايا انا هنا 3 سلاطين زبادي. طب 3 ليه؟ انا واخدة على كل 3 وراك سلطانية زبادي، كل 3 وراك سلطانية زبادي، وما أروحها تتبيلة هتدعولي عليها. هنبتدي كده نجيب طبق هنفضي فيه الزبادي كلها. فضيت واحدة وآجي بصوا كلها كده أهو. فضي التانية كده. الزبادي بتاعتنا كلها إيه، خلصناها قدامكم. دول 3 سلاطين زبادي، قلنا على كل 3 وراك أو كل 3 صدور هتعمليهم كده. التوابل بتاعتنا: توم باودر، بصل باودر، كزبره ناشفه، فلفل اسود، ملح، معلقه جنزبيل صغيره. كل معالق هرميه، لكن الجنزبيل معلقه صغيره. وهنحط التوابل بتاعتنا دي على الزبادي، وهنزل بفنجان ليمون زي ما انتم شايفين كده. هحط ايه بقى، ايه تاني، نفس مقدار فنجان الليمون اهو، هحطه قدامكم. خل، نفس مقدار الليمون خل. وهقلب الخلطة دي كلها في قلب بعض كده. حقيقي مش شكرانية في اللي أنا بعمله دلوقتي، وقبل اللي هتعمل اللي أنا هعمله النهاردة هتدعي لي عليه. بصوا أنا حسيت إن هي عايزة ملح، فأنا هديها إيه، معلقة ملح تاني. وهبتدي أقلب كويس جدا كده. خلاص كده، دي أول مرحلة إحنا وصلنا لها في التتبيل. ركننا التتبيلة. أنا هجيب إيه، هجيب معايا علبة كبيرة هتبل الفراخ فيها اهو. بصوا هبطن العلبة من تحت عشان انا مش هقلبها طبعا كده، عشان تبقى التتبيلة شاربة من تحت ومن فوق ومن كل اتجاه في الفراخ. وهنزل بأول 3 وراك على التتبيلة اللي أنا بطنتها في العلبة من تحت. عايزة تعملي الكلام ده في كيس يكون محكم اعمليه، ولكن لو عندك علبة كبيرة كده هتستعيدي بيها عن الكيس وهتبقى أفضل. بصوا هنزل بالتتبيلة فوق الفراخ كده برضو أهو. بصوا، وهبتدي انزل بالثلاث وراك التانيين بالتدريج كده. احنا اصبحت التتبيله هتبقى فوق وتحت، وهنحط برضو جزء من التتبيله كده زي ما انتم شايفين اهو. وزعي كده. وهننزل بقى بايه، باخر حاجه في الفراخ، الثلاث وراك الاخرى اهو. دول اخر 3 وراك. احنا قلنا على كل 3 وراك سلطانيه زبادي. وهننزل ببقيه التتبيله اللي فاضله معانا. اللهم بارك اهو. كل التتبيله اللي فضلت في الطبق انا هنزل بيها. الريحه جميله جدا اهو. بصوا هبتدي كده بقى انا كده ايه، اغلفها كلها اهو. تمام. اقلب كده. هنعمل ايه بقى احنا هنا، هنقعها يوم بليله في قلب التتبيله دي لحد تاني يوم. شايفين المنظر؟ هوريكم بعد كده. هغطي العلبه وهرفعها على التلاجة لتاني يوم، لما شاء الله تاني يوم. جينا تاني يوم هنفتح العلبة مع بعض. بصوا بقى، شايفين؟ بصوا نزلت مية ازاي، اي دم اي حاجة خرج. بصوا المنظر اهو. بصوا ولا اروع من كده. هنعمل ايه بقى احنا، بصوا اهو. هجيب مصفى تحتيها طبق، الجزء اللي انا هقليه هطلعه، عقبال الجزء الاولاني ما يتعمل هطلع غيره. هنشوف هنعمل ايه. بس انا هخرج دول اركنهم على جنب لو في اي حاجه تنزل في المصفى، لحد ما هعمل ايه، هعمل حاجه قدامكم. وبعدين هرجع اخد تاني اعمل نفس الطريقه في قلب المصفى برضو بعد ما اخد الجزء ده اشتغل فيه. هنركن ده كده. وهنيجي هنا معايا وok، احط فيه طماطم، احط معلقتين صلصه عليه، كله كده على البارد.
حطيت الطماطم، حطيت معلقتين صلصه، حطيت معلقه توم مفروم اهو زي ما انتم شايفين كده، معلقه كزبره ناشفه حراميه حلوه كده، معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، وهنحط بقى ايه قد معلقتين زيت من بتوع الاكل، وهرفعها على النار. اجي هنا انا بقى هشتغل في الفراخ. انا حطيت الطماطم على النار، هشتغل في الفراخ. بصوا بقى انا هقلي. انت هتقلي؟ ايوه انا هقلي. انا هقلي الفراخ نيه. هعمل لكم احلى فراخ مشويه باللي انتوا هتشوفوه ده. بصوا بقى، حطيت انا مقدار الزيت دوت عشان انا هقلي اهو. هبتدي شوفي بقى حسب انت الحجم الطاسه اللي عندك. انا عندي تشيلي ال3 وراك، هقليهم على 3 مراحل. انا حطيت وركين، اوسع لنفسي كده ايه احط التالت. حقيقي انا نفسي تجربوا اللي انا بعمله دوت، وحقيقه هتدعوا لي عليه. بصوا احنا هنقلب كده، هنلاقيها لسه، هنروح قلبينها تاني عشان لسه ما وصلتش للتسويه اللي احنا عايزينها. تمام. بصوا هتتحول دلوقتي نهائي نهائي. بصوا لسه جامده شويه، هغطيها عشان ما تفرقعش في وشي وتبهدلني وتبهدل البوتاجاز. هرجع ابص عليها تاني. بصوا بقى نسلك كده، الامور متلبكه في بعض. بصوا اللون ولا الريحه. وانا مش هقول لكم على الطعم، انتوا اللي هتجربوا ان شاء الله. بصوا ينفع تعمليها بصدور فراخ وتحمريها وتعمليها بنفس الطريقه بس سليمه، بس هتشيلي الاجنحه. ممكن تقطعي الورك 2. بصوا بصوا ايه ده، اللهم بارك اللهم بارك، الريحه ضاربه في الدنيا كلها. معايا هنا انا حاجه كلها غطا. هبتدي اطلع الفراخ بعد ما تتقلي، احطها في حاجه هنا اهو. بس الحاجه لازم يكون لها غطا، واغطي كده عشان هرجع اقلي الجزء التاني والتالت. خلاص انا طلعت دلوقتي اول مرحله انا قليتها. هبتدي احط زيها بالظبط في قلب الطاسه اهو. بصوا بالعقل كده، خلي بالك عشان ما تتلسعيش لان الزيت سخن قوي. هنبتدي هنا نتكلم عن موضوع تسوية النار. أول ما تحطي النار تبقى عالية، وتبتدي تخليها وسط عشان تستوي من جوه. أنا بقول عشان لو واحدة عملت الحاجة وطلع فيها عيب، ما يبقاش العيب فيا، العيب في إن هي ما سمعتش اللي أنا بقوله. هتبتدي تهدي النار بعد ما كانت عالية، وبعدين تبتدي تحطي تاني تعلي ما بين عالي وواطي. بصوا دي آخر حاجة معايا، أنا بطلعها كده والفحم أهو على النار. اللهم بارك. إيه ده إيه ده، اختراع. بس والله هتدعوا لي اقسم بالله. يعني انا مش عارفه اقول إيه بجد يعني. بصوا خلاص كده انا خلصت كميه الفراخ اللي معايا. هبتدي اجيب ورقه فويل، هعملها كده ايه يعني، هحاول اقفلها زي ما تكون طبق كده، وهنزل بالفحم اللي انا وريته لكم. لان انا مع اخر قليه حطيت الفحم على النار. هبتدي احط الفحم على ورق الفويل كده اهو. بصوا كمية فحم محترمة بقى كده عشان تديكي طعم التبخيرة الحلوة للي انت تعبتي فيه وعملتيه ده. حط الفحم كده اهو. بصوا هاخد كبشة زيت من اللي انا قليت فيها، وهنزل على الفحم. الله 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 الله، ايه ده، اقسم بالله حد من الجيران خبط بيقول انتوا بتعملوا ايه. وتكتمي الغطا كويس جدا كده. تعالوا هنا بقى انا ايه، خلاص هي بتاخد في البخار بتاعها. كنت انا هنا بسلق في المكرونه، الصلصه العجيبه الغريبه بتاعه المكرونه انا عملتها اهو. بصوا بقى السائل اهو بتاع الزبادي اللي طلع في اخر العلبه، طبعا ده انا هرميه مش عايزه في حاجه. تعالوا هنا بقى انا عملت طحينه، تعالوا نجرنشها ونزوقها عشان الطبق ينطق معانا. طبعا احنا كنا عارفين احنا بنعمل الطحينه ازاي. حطيت حبه شطه، حطيت حبه كمون، هجيب خله، هبتدي كده اروح واجي. بصوا احنا قلنا ان العين بتاكل قبل البق يا شفلول، احلى كلام. وهنجرنش الكمون كده، هنعمل عليه كده اهو. هو كل ما يتطبع هتحسوا ان الالوان بتفتح وبتفرد. هاجي هنا معايا زيت زيتون، هدي حبه على الوش. ايه ده، احلى كلام. الف هنا علينا. تعالوا بقى نطلع الفراخ بتاعتنا. ما تنسوش لو عجبكم الوصفه لايك وشير وسبسكرايب.
وتقولوا لي ايه رايكم بعد ما تجربوا. تعالوا بقى شوفوا الفراخ. انا عايزه اقول لكم على حاجه هنا. بصوا العيال مدوا ايديهم ضربتهم. هنجيب الطبق بتاعنا هنوزع الفراخ. عايزه اوريكم حاجه مهمه جدا هنا وانا بوزع الفراخ. بصوا الطبقه اللي عملتها الزبادي، اوعي ترميها. بصي دوقي كده، هتحس بطعم غريب ولا اروع من كده. مزز مزز جدا. هاخد حته كمان. بصوا جميل. ايه ده، حاجه ولا اروع من كده. شوفوا احنا لما نروح نجيب ربع من دوت من بره للولاد، البوكس نفسه بحبه خضار بحبه رز هيعمل له الشيء الفلاني. نفتح بقى الورك ونشوف العجب. بصوا شايفين تسويه كما قال الكتاب كما قال. بصوا اللهم صل على النبي. بسم الله. تسلم ايديا ولا اروع من كده. خلاص ادي الفراخ معانا. شايفين طعم وريحه ونظافه واكل من ايدنا في البيت. واحنا عارفين احنا بناكل ايه. احنا عملنا الفراخ نيه مشويه وعلى الفحم من غير ما نولع كميه فحم. المكرونه بتاعتنا اللذيذه. المقبلات طبعا المشويات معروفه ان جنبها الطحينه، ولكن في جزء من الاولاد عندي ما بيكتفيش بالطحينه بس، بيكون عايز ايه بقى، مخلل. طبعا حضرنا المخلل ووجدناه. يا ريت تقولوا لي ايه رايكم. ما تنسوش لو عجبكم الموضوع لايك وشير. بصوا المكرونه ادوق قبلهم ولا اروع من كده. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفه لايك وشير وسبسكرايب، وتابعوني على قناتي وعلى صفحتي وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام. كل سنه وانتم طيبين. شكرا لله. اشوفكم كل جديد. باي باي.